أهلا بكم أصدقائي صديقاتي في كل مكان. أرحب بكم مرة أخرى في سلسلة دروس تعلم قواعد اللغة الفرنسية مع الشرح باللغة العربية. درسنا اليوم يتحدث عن l'accord du participe passé. l'accord du participe passé أي توافق اسم المفعول. كما رأينا في دروس سابقة فقد رأينا ما هو اسم المفعول. في هذا الدرس سنركز على حالات التوافق، أي عندما يتوافق اسم المفعول مع الاسم أو مع الضمير الذي يرفق معه في حالات الجمع والتذكير والتأنيث. وكمخطط لهذا الدرس فإننا سنتعرف أولا على ما هو لو بارتيسيب باسي، سنقوم بتذكيركم باسم المفعول. ثانيا سنرى استعمال اسم المفعول لوحده لو بارتيسيب باسي امبلويي سول. ثالثا سنرى استعمال لو بارتيسيب باسي مع لوكسيليير اتر. رابعا سنرى استعمال لو بارتيسيب باسي مع الفعل المساعد avoir. وخامسا سنرى استعمال لو بارتيسيب باسي مع الأفعال الضميرية les verbes pronominaux. وسادسا سنرى استعمال لو بارتيسيب باسي عندما يكون متبوع بفعل في الصيغة المصدرية لو بارتيسيب باسي suivi d'un infinitif. وسابعا وأخيرا سنقوم بتمرين بسيط. إذن أولا سنتعرف على ما هو لو بارتيسيب باسي اسم المفعول. Le participe passé sert pour former les temps composés de la voix active au passive، أي أن اسم المفعول يستعمل لتشكيل الأزمنة المركبة les temps composés الأزمنة المركبة de la voix active et passive في الشكل المبني للمعلوم والشكل المبني للمجهول. On l'utilise souvent avec les auxiliaires être et avoir. ونستعمله في الغالب مع الأفعال المساعدة être و avoir. وإليكم مثال: Il a aimé le film. Il a aimé le film أي أحب الفيلم. هنا الفعل المصرف هو aimer. aimer صرف في le passé composé. le passé composé هو من الأزمنة المركبة. إذن استعمل هنا le participe passé وهو aimer، استعمل هنا بالإضافة إلى الفعل المساعد avoir لتشكيل زمن الماضي المركب كما رأينا ذلك في درس الماضي المركب. إذن كاستعمال أول لاسم المفعول فإنه يستعمل لتشكيل الأزمنة المركبة في الشكلين، شكل المبني للمعلوم والمبني للمجهول مع الأفعال المساعدة être و avoir. الاستعمال الثاني: Le participe passé peut être aussi utilisé sans auxiliaire، أي أن اسم المفعول يمكن استعماله كذلك بدون فعل مساعد. Il prend alors la valeur d'un adjectif، ويأخذ بذلك قيمة صفة، أي أننا عندما نستعمله بدون فعل مساعد فإنه يأخذ قيمة صفة adjectif أو يلعب دور الصفة adjectif. وكمثال: 2 emplois sur 5 créés au Canada. 2 emplois sur 5 créés au Canada، أي فرصتي للشغل على 5 تخلق في كندا. فرصتي عمل 2 emplois sur 5 على 5 créés au Canada. هنا créé فعل créé خلق، هنا كاسم مفعول خلق أو تخلق عملين هنا 2 emplois sur 5 فرصتي عمل على 5 تخلق في كندا. هنا اسم المفعول استعمل لوحده أي دون فعل مساعد، وعندما يستعمل لوحده فإنه يأخذ قيمة صفة la valeur d'un adjectif. ننتقل الآن لدراسة حالات التوافق لاسم المفعول، أي متى يتوافق اسم المفعول. والحالة الأولى عندما يستعمل لوحده كما رأينا ذلك سابقا le participe passé employé seul. Le participe passé employé seul s'accorde comme un adjectif، أي أن اسم المفعول الذي يستعمل لوحده يتوافق كصفة. ونعلم بأن الصفة من الكلمات المتغيرة، أي أنه يتوافق أو أنها تتوافق مع المؤنث والمفرد والجمع حسب الكلمة التي أدخلت عليها. c'est-à-dire يعني en genre et en nombre، حسب النوع en genre et en nombre وحسب العدد. avec le mot qu'elle caractérise مع الكلمة التي تميزها.
généralement un nom ou un pronom. وتكون في الحالة العامة عبارة عن اسم أو ضمير. أقدم لكم مثالا: les choses dites. les choses dites. الأشياء التي تقال ne valent pas les choses écrites. لا تساوي الأشياء التي تكتب. إذن هنا فعل dire وفعل écrire. dire هنا استعمل لوحده، اسم المفعول لفعل dire استعمل لوحده بدون فعل مساعد. إذن هنا يحمل قيمة صفة أو يلعب دور صفة. إذن في هذه الحالة عندما يكون اسم المفعول لوحده فإنه يلعب دور صفة. إذن فإنه يتوافق من حيث النوع ومن حيث العدد. les choses هو اسم مؤنث في الجمع féminin au pluriel féminin pluriel. إذن اسم المفعول لفعل dire يجب أن يكون كذلك في المؤنث الجمع. هنا المؤنث بإضافة حرف E والجمع بإضافة حرف S. ونفس الشيء بالنسبة لفعل écrire. اسم المفعول لفعل écrire les choses écrites الأشياء المكتوبة. هنا أضفنا حرف E من أجل التأنيث وأضفنا حرف S من أجل الجمع. إذن كخلاصة لهذه الحالة الأولى تذكروا جيدا: عندما يستعمل اسم المفعول لوحده le participe passé employé seul فإنه يأخذ قيمة صفة la valeur d'un adjectif. والمعلوم بأن الصفة تتوافق من حيث النوع le genre ومن حيث العدد le nombre avec le mot qu'elle caractérise مع الكلمة التي تميزها والتي تكون غالبا إما اسم أو ضمير. وننتقل الآن لدراسة حالة أخرى من توافق اسم المفعول، وهذه الحالة عندما يكون اسم المفعول مرفوقا بالفعل المساعد être avec l'auxiliaire être. Le participe passé employé avec l'auxiliaire être s'accorde en genre et en nombre avec le sujet de l'auxiliaire être. أي بأن اسم المفعول الذي يستعمل مع الفعل المساعد être يتوافق من حيث النوع ومن حيث العدد مع الفاعل فاعل الفعل المساعد être فاعل الفعل المساعد être. وأقدم لكم بعض الأمثلة: les voitures ont été mouillées par l'averse. les voitures ont été mouillées par l'averse. أي أن السيارات قد تبللت بفعل الأمطار أو بفعل العاصفة المطرية. إذن هنا les voitures هو الفاعل. الفعل المصرف هنا هو فعل mouillé بلل. هنا الفعل المصرف قد صرف باستعمال الفعل المساعد être. هنا été ont été. هنا فعل être صرف في le passé composé. إذن بما أن الفعل صرف في اسم المفعول وصرف مع الفعل المساعد être فإنه يتوافق مع الفاعل فاعل l'auxiliaire être. وهنا الفاعل هو les voitures. les voitures est un nom féminin pluriel هو اسم مؤنث في الجمع. إذا mouillé ستأخذ E للتأنيث و S للجمع. مثال آخر: nous sommes restés trop longtemps sous l'eau. أي بقينا مدة طويلة تحت الماء. هنا الفعل المصرف هو rester صرف مع الفعل المساعد être nous sommes être. إذن هنا rester اسم المفعول لفعل rester سيتوافق مع الفاعل وهو nous وهو في الجمع سيتوافق معه من حيث النوع ومن حيث العدد. من حيث النوع فهو مذكر ومن حيث العدد فهو في الجمع. إذن rester سيأخذ حرف S في آخر الكلمة. إذن كتلخيص لهذه الحالة تذكروا جيدا: عندما يستعمل اسم المفعول مع الفعل المساعد être فإنه يتوافق مع الفاعل فاعل الفعل المساعد être من حيث النوع ومن حيث العدد. ننتقل الآن إلى حالة أخرى وهي حالة توافق اسم المفعول عندما يستعمل مع الفعل المساعد avoir avec l'auxiliaire avoir. Le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir s'accorde en genre et en nombre avec le complément d'objet direct du verbe. أي أن اسم المفعول الذي يستعمل مع الفعل المساعد avoir فإنه يتوافق من حيث النوع ومن حيث العدد مع المفعول به المباشر.
أؤكد هنا المفعول به المباشر complément d'objet direct للفعل. Si ce complément est placé avant le participe passé. وشرط آخر هو أن يكون هذا المفعول به المباشر يتموقع أو يتموضع قبل اسم المفعول avant le participe passé. ولمزيد من الشرح سأقدم لكم بعض الأمثلة. La lettre que j'ai reçue est intéressante. La lettre que j'ai reçue est intéressante. أي أن الرسالة التي توصلت بها هي مهمة. هي مهمة. إذن هنا أولا سنقوم بتحديد وظائف الكلمات الموجودة في هذه الجملة. نبدأ بالفاعل. أين هو الفاعل؟ هو je. والفعل هو reçu. recevoir. إذن هنا فعل recevoir قد صرف في الماضي المركب j'ai reçu. نبحث عن المفعول به المباشر. المفعول به المباشر هو que وهو ضمير نسبي قد عوض la lettre. ضمير نسبي pronom relatif عوض la lettre. إذن هنا المفعول به المباشر سبق اسم المفعول، إذن يتموضع في الجملة قبل اسم المفعول. انتبهوا جيدا في هذه الحالة، فإننا نحكم على توافق اسم المفعول انطلاقا من موقع المفعول به المباشر le complément d'objet direct في الجملة. هنا المفعول به المباشر le complément d'objet direct وهو que أو هو la lettre قد تموضع قبل اسم المفعول avant le participe passé. إذن هنا سيكون توافق il y a un accord لأن الشرط قد تحقق. أقدم لكم مثالا مخالفا. Hier j'ai reçu une lettre intéressante. Hier j'ai reçu une lettre intéressante. أمس توصلت برسالة مهمة. أمس توصلت برسالة مهمة. هنا hier هو adverb يشير إلى البارحة. j'ai reçu je الفاعل. هنا فعل recevoir صرف في le passé composé. نبحث عن المفعول به المباشر. هنا هو une lettre intéressante. هنا المفعول به المباشر تموضع أو تموقع بعد اسم المفعول. إذن لا يوجد هناك توافق لأن الشرط لم يتحقق، والشرط هو أن يكون المفعول به المباشر قبل اسم المفعول في الجملة. إذن هنا il n'y a pas d'accord، لا يوجد أي توافق. لكن أحيانا يجب الانتباه إلى بعض الجمل. مثلا في هذه الجملة je leur ai parlé أي تكلمت معهم. هنا اسم المفعول هو leur ويعوض الجمع. هنا parler لماذا لم نقم بإضافة حرف S حتى يتوافق مع المفعول به المباشر الذي هو leur؟ هنا يجب الانتباه لأن فعل parler في هذه الحالة هو فعل متعدي غير مباشر verb transitif indirect. وعندما نقول فعل متعدي غير مباشر فإنه لا يتوفر أبدا على مفعول به مباشر، بل على مفعول به غير مباشر. وكما قلنا في القاعدة أعلاه، فإن اسم المفعول الذي يستخدم مع الفعل المساعد avoir يتوافق من حيث النوع ومن حيث العدد مع المفعول به المباشر le complément d'objet direct. هنا في هذه الحالة فإن parler لا يتوفر على المفعول به المباشر بل على المفعول به غير المباشر. والجملة الأصلية هي j'ai parlé à mes amis par exemple. j'ai parlé à mes amis. إذن هنا لا يوجد أي مفعول به مباشر. إذن يجب الانتباه أحيانا في الجمل. في هذه الجملة مثلا je leur ai parlé التي تتكلم عن الغائب، يجب أولا التأكد هل الفعل متعدي مباشر أو فعل متعدي غير مباشر. هل يتوفر على le complément d'objet direct أو يتوفر على le complément d'objet indirect حتى نقوم بالتوافق، توافق اسم المفعول مع المفعول به المباشر بطريقة سليمة. وننتقل الآن لدراسة توافق اسم المفعول مع الأفعال الضميرية les verbes pronominaux. ولكن أولا يجب أن نتعرف على الأفعال الضميرية أو نقوم بتذكير لما هي الأفعال الضميرية التي رأيناها في درس سابق خاص بالأفعال الضميرية. وتنقسم الأفعال الضميرية إلى نوعين:
Les verbes essentiellement pronominaux الأفعال التي هي بالأساس أفعال ضميرية. وتعريفها: un verbe essentiellement pronominal est un verbe qui s'emploie uniquement à la forme pronominale. أي أن الفعل الذي هو بالأساس فعل ضميري هو فعل يستعمل فقط uniquement فقط في الشكل الضميري. النوع الثاني les verbes occasionnellement pronominaux أو الأفعال التي هي عرضيا ضميرية التي تستعمل تارة ضميرية أو تارة غير ضميرية. Un verbe occasionnellement pronominal est un verbe qui peut être employé à la forme pronominale mais aussi dans des constructions non pronominales. إذن الفعل الذي يكون أحيانا ضميريا هو فعل يمكن استخدامه في الشكل الضميري ويمكن كذلك استخدامه في الشكل العادي غير الضميري. وأقدم لكم لائحة بالأفعال التي تكون ضميرية بالأساس. النوع الأول les verbes essentiellement pronominaux وهذه هي بعض الأفعال الرئيسية. بالنسبة لتوافق اسم المفعول مع الأفعال الضميرية بالأساس les verbes essentiellement pronominaux فإن اسم المفعول s'accorde toujours avec le sujet أي أنه يتوافق دائما مع الفاعل. إذن اسم المفعول للأفعال الضميرية تتوافق دائما مع الفاعل le sujet. وأقدم لكم بعض الأمثلة. Les prisonniers se sont évadés du commissariat. Les prisonniers se sont évadés du commissariat أي أن السجناء قد فروا من قسم الشرطة. هنا الفعل هو s'évader. هنا استعمل في الماضي المركب le passé composé. إذن هنا هذا الفعل هو من الأفعال الضميرية بالأساس. إذن فهو دائما ما يتوافق مع الفاعل والفاعل هنا هو les prisonniers وهو اسم مذكر في الجمع لذلك أضفنا حرف S لإيفادي. مثال آخر Elle s'est souvenue de cet homme أي تذكرت هذا الرجل. هنا الفعل المصرف هو se souvenir وهو من الأفعال الضميرية بالأساس. وأذكركم مرة أخرى الأفعال الضميرية بالأساس هي الأفعال التي تستخدم فقط في الشكل الضميري أي برفقة الضمير المنعكس se. هنا في هذه الحالة فإن الفاعل هنا هو عبارة عن مؤنث مفرد. إذن فإن اسم المفعول سنضيف له حرف E للتأنيث كما ترون أمامكم. ننتقل الآن إلى النوع الثاني من الأفعال الضميرية les verbes occasionnellement pronominaux وهذا النوع ينقسم إلى 3 أنواع. إما les verbes occasionnellement pronominaux passifs réfléchis réciproque وسنتعرف على كل نوع على حدة. ونبدأ مع النوع الأول les verbes occasionnellement pronominaux passifs. Les verbes occasionnellement pronominaux sont dits passifs. الأفعال التي أحيانا ضميرية تسمى passif lorsque le sujet subit l'action sans l'accomplir lui-même عندما يخضع الفاعل للفعل دون أن يقوم بالفعل بنفسه. إذن هنا في هذه الحالة بالنسبة للأفعال الأحيانا ضميرية التي تسمى باسيف أي عندما يخضع الفاعل هو من يخضع لتأثير الفعل دون أن يقوم الفاعل بالفعل. في هذه الحالة فإن اسم المفعول يتوافق مع الفاعل le sujet. أقدم لكم بعض الأمثلة للفهم. Les voitures se sont vendues أي أن السيارات قد بيعت تم بيعها. هنا الفاعل هنا هو les voitures. الفعل هو vendre أو se vendre بما أنه فعل أحيانا ضميري. ونقول هنا بأن هذا الفعل هو فعل أحيانا ضميري باسيف. لماذا هو باسيف؟ لأن الفاعل خضع للفعل. الفاعل هنا هو les voitures هو الذي خضع للفعل أي أن السيارات هي التي بيعت دون أن يشارك
الفاعل في الفعل. Les voitures لم تقم بأي مشاركة هنا. إذن في هذه الحالة نسمي هذا النوع من الأفعال les verbes occasionnellement pronominaux passif. passif بالفرنسية هي غير فعال، غير نشط، أي لا يقوم بأي دور مهم. إذن في هذه الجملة بما أن الفعل se vendre هنا هو فعل ضميري passif، فإنه يتوافق مع الفاعل. الفاعل هنا هو les voitures. إذن les voitures هنا هو féminin pluriel مؤنث في الجمع. إذن سنضيف حرف E للتأنيث وحرف S للجمع من أجل التوافق. مثال آخر: les problèmes se sont réglés. les problèmes se sont réglés أي أن المشاكل سويت أو تم تسويتها. هنا كذلك se régler هو من الأفعال أحيانا ضميرية وهو passif. passif لماذا؟ لأن الفاعل هنا les problèmes قد خضع للفعل دون أن يكون مشاركا فيها، دون أن يشارك في الفعل. إذن في هذه الحالة se régler سيتوافق مع الفاعل، إذن سيأخذ حرف S بما أن les problèmes هو مذكر في الجمع. ننتقل الآن إلى النوع الثاني من الأفعال التي أحيانا ضميرية les verbes occasionnellement pronominaux، وهذا النوع هو les verbes réfléchis. réfléchis. ونقرأ التعريف: les verbes occasionnellement pronominaux sont dits réfléchis quand l'action faite par le sujet s'exerce sur ce même sujet. أي أن الأفعال الأحيانا ضميرية تسمى réfléchis عندما يكون الفاعل قد قام بفعل، الفاعل يقوم بفعل وهذا الفعل يخضع له الفاعل نفسه، أي أن الفاعل يقوم بشيء أو بفعل هو نفسه من يخضع لتأثيره. il exerce une action sur lui-même أي يقوم بتطبيق فعل عليه بنفسه. il s'accorde en genre et en nombre avec le complément d'objet direct du verbe. إذن اسم المفعول في هذه الحالة يتوافق من حيث النوع والعدد مع المفعول به المباشر للفعل. si ce complément est placé avant le participe passé، فقط إذا كان هذا المفعول به المباشر يتموضع قبل اسم المفعول. وأقدم لكم بعض الأمثلة: elle s'est lavée. elle s'est lavée أي هي تستحم أو تقوم بغسل نفسها بنفسها. إذن se laver هو فعل أحيانا ضميري وهو réfléchi. réfléchi بالفرنسية هو منعكس، أي أن الفاعل يقوم بفعل ينعكس عليه هو. إذن هنا elle s'est lavée هي تستحم. هنا المفعول به المباشر من هو؟ هو الفاعل نفسه، هو elle. إذن وelle هنا تتموقع قبل اسم المفعول، إذن سيكون هناك توافق. il y a un accord. هنا elle هو مؤنث مفرد، إذن سنضيف حرف E لاسم المفعول لفعل se laver. نقدم مثالا مخالفا: elle s'est lavé les mains. elle s'est lavé les mains هي تغسل يديها. هي تغسل يديها. هنا المفعول به المباشر أين هو؟ هو les mains، هو اليدين. إذن هنا هذا المفعول به المباشر يتموقع بعد اسم المفعول après le participe passé، إذن لا يكون هناك توافق. il n'y a pas d'accord. كتلخيص لهذه الحالة، هذه الحالة تخص الأفعال الأحيانا ضميرية المنعكسة réfléchi. وماذا نقصد بمنعكسة؟ هي تلك الأفعال التي تنعكس على فاعلها، أي أن الفاعل هو من يقوم بالفعل والفعل ينعكس عليه. متى يتوافق اسم المفعول لهذه الأفعال؟ يتوافق فقط عندما يكون le complément d'objet direct، أي المفعول به المباشر يكون يتموضع قبل اسم المفعول، قبل le participe passé كما رأينا في المثال. وننتقل الآن إلى النوع الثالث من الأفعال الأحيانا ضميرية، وهذا النوع هو réciproque. réciproque. نتعرف على ما هي الأفعال الأحيانا ضميرية réciproque. les verbes occasionnellement pronominaux sont dits réciproques lorsque l'action faite par plusieurs sujets s'exerce sur chacun d'eux.
أي أننا نسمي الأفعال الأحيانا ضميرية بريسيبروك. ريسيبروك بالفرنسية هي متبادلة. أي أننا نسميها بريسيبروك عندما يكون الفعل يقوم به مجموعة من الفاعلين plusieurs sujets، وهذا الفعل يخضع له كل فاعل على حدة. هذا النوع من الأفعال الضميرية يشبه النوع السابق، لكن هناك اختلاف بسيط، هو أن الفاعلين يقومون بفعل وكل فاعل يخضع للفعل، أي أن الفعل يتشارك فيه مجموعة من الأشخاص، شخصين فأكثر. في هذه الحالة il s'accorde en genre et en nombre avec le complément d'objet direct du verbe. في هذه الحالة يتوافق كذلك مع المفعول به المباشر للفعل si ce complément est placé avant le participe passé. ودائما عندما يكون هذا المفعول به المباشر يتموضع قبل اسم المفعول. ولنسهل عملية الفهم أقدم لكم بعض الأمثلة. Les garçons se sont disputés. Les garçons se sont disputés. أي أن الأولاد تشاجروا، ونقول بالعربية تشاجروا بينهم. إذن هنا فعل se disputer هو فعل أحيانا ضميري وهو réciproque أي متبادل، أي أن الأولاد تشاجروا بينهم. الأولاد هم من قاموا بالفعل وهم من خضعوا لتأثير الفعل. في هذه الحالة فإن اسم المفعول يتوافق مع le complément d'objet direct، مع المفعول به المباشر، والمفعول به المباشر هو نفسه الفاعل. هنا les garçons في المذكر للجمع، إذن disputé ستصبح كذلك في المذكر للجمع، إذن هنا توافق. مثال آخر وهو مثال مخالف. Deux footballeurs se sont échangés les maillots. Deux footballeurs se sont échangés les maillots، أي أن لاعبين من لاعبي كرة القدم قد تبادلوا الأقمصة. إذن هنا نبحث عن اسم المفعول هو échanger، هو فعل s'échanger. هنا المفعول به المباشر. ماذا تبادل اللاعبان؟ تبادلا الأقمصة. إذن المفعول به المباشر هنا هو les maillots، الأقمصة. أين تموقع هذا المفعول به المباشر؟ تموقع بعد اسم المفعول. إذن هنا لا يوجد أي توافق، pas d'accord، لأن الشرط لم يتحقق. ونصل الآن أصدقائي إلى الحالة الأخيرة من توافق اسم المفعول، وهذه الحالة عندما يكون اسم المفعول متبوع بفعل في الصيغة المصدرية le participe passé suivi d'un infinitif. في هذه الحالة le participe passé suivi d'un infinitif s'accorde quand son complément d'objet direct est le sujet de l'infinitif. أي أن اسم المفعول المتبوع بفعل في الصيغة المصدرية يتوافق فقط عندما يكون المفعول به المباشر لاسم المفعول هو الفاعل للفعل في الصيغة المصدرية. هنا يجب أن تركزوا شيئا ما، يجب أن تأخذوا ورقة وقلم وتدونوا ما سأقوله لكم. اسم المفعول متبوع بفعل في الصيغة المصدرية، هذا واضح. s'accorde يتوافق عندما يكون المفعول به المباشر le complément d'objet direct لاسم المفعول هو الفاعل للفعل في الصيغة المصدرية. ولأوضح أكثر سنأخذ بعض الأمثلة. La personne que j'ai entendu raconter des histoires، أي الشخص الذي استمعت له يروي الحكايات، يروي القصص. لنفصل في هذه الجملة. إذا le participe passé هو فعل entendre، j'ai entendu، entendre هذا هو le participe passé. قلنا يتوافق فقط عندما يكون مفعوله المباشر هو الفاعل للفعل في الصيغة المصدرية. المفعول به المباشر هنا هو que، وهو ضمير نسبي يعوض la personne. إذن قد وجدنا المفعول به المباشر.
والقاعدة تقول أنه عندما يكون المفعول به المباشر هو الفاعل للفعل في الصيغة المصدرية. إذا من يقوم بفعل raconter؟ من يقوم بفعل raconter؟ من يروي؟ يرويه la personne que و que تعوض la personne. إذا في هذه الحالة قد تحقق هذا الشرط. إذا فإن اسم المفعول سيتوافق مع le complément d'objet direct، مع المفعول به المباشر. وأعيد شرح هذه الحالة باختصار. اسم المفعول المتبوع بفعل في الصيغة المصدرية suivi d'un infinitif. هنا اسم المفعول هو entendu، متبوع بفعل مصرف في الصيغة المصدرية raconter. إذا هنا سنبحث عن هل هناك توافق أم لا. القاعدة تقول أنه يتوافق اسم المفعول مع le complément d'objet direct عندما يكون المفعول به المباشر هو الفاعل لفعل في الصيغة المصدرية. إذا la personne هو من قام بفعل الروي أو القص، هو من قام ب raconter des histoires. إذا سنقوم هنا بإضافة حرف E. لماذا؟ لأن المفعول به المباشر هنا la personne هو عبارة عن اسم مؤنث في المفرد. لكن هناك ملاحظة remarque: le participe passé du verbe faire ou se faire suivi d'un infinitif précédé d'un complément d'objet direct est toujours invariable. تقول هذه الملاحظة بأن اسم المفعول لفعل faire أو se faire متبوع بفعل في الصيغة المصدرية d'un infinitif est précédé d'un complément d'objet direct ومسبوق بمفعول به مباشر est toujours invariable، هو دائما غير متغير. إذن يجب الانتباه في حالات اسم المفعول لفعل faire وفعل se faire. مثال: je les ai fait sortir de la maison. هنا قد توفرت جميع الشروط لكي نوافق اسم المفعول مع المفعول به المباشر، لكن القاعدة تقول بأنه لا توافق في هذه الحالة. إذن قبل أن ننهي هذا الدرس لا بأس أن نقدم لكم تلخيصا بسيطا لحالات توافق اسم المفعول التي أوردناها في هذا الدرس. إذن أمامكم هذا الجدول المبسط، لم نذكر فيه بطبيعة الحال اسم المفعول عندما يستعمل لوحده لأنه حالة بسيطة جدا، لأن اسم المفعول عندما يستعمل لوحده فإنه يلعب دور الصفة، والصفة تتبع الموصوف في التذكير والتأنيث والمفرد والجمع. بالنسبة لاسم المفعول عندما يستعمل مع l'auxiliaire être avec l'auxiliaire être، إذن يتوافق دائما مع الفاعل avec le sujet. في الحالة الثانية عندما يستخدم اسم المفعول مع الفعل المساعد avoir avec l'auxiliaire avoir، إذن في هذه الحالة يتوافق اسم المفعول حسب مكان المفعول به المباشر في الجملة. إذا كان المفعول به المباشر يتموضع قبل اسم المفعول فإن اسم المفعول يتوافق مع المفعول به المباشر. إذا كان المفعول به المباشر لا يقع خلف اسم المفعول فهنا لا يوجد أي توافق. بالنسبة للحالة الثالثة les verbes essentiellement pronominaux، في حالة الأفعال التي هي بالأساس أفعال ضميرية. وقلنا بأن الأفعال التي هي بالأساس أفعال ضميرية هي تلك التي تكون ضميرية فقط، يعني نستخدمها فقط في الشكل الضميري. بالنسبة لهذه الحالة فإن اسم المفعول يتوافق مع الفاعل دائما il s'accorde toujours avec le sujet. بالنسبة للحالة الرابعة وهي حالة الأفعال التي هي أحيانا ضميرية وتنقسم إلى 3 أنواع. عندما تكون أفعال ضميرية باسيف أي غير فاعلة غير نشيطة، في هذه الحالة فإن اسم المفعول يتوافق دائما مع الفاعل. عندما تكون réfléchi أو réciproque فإن التوافق يكون حسب مكان le complément d'objet direct في الجملة. وفي الأخير أصدقائي صديقاتي أقدم لكم هذا التمرين البسيط الذي يقول écrivez correctement les participes passés des verbes en rouge، أي اكتبوا بطريقة صحيحة أسماء المفعول أو اسم المفعول للأفعال التي هي بالأحمر.
أمامكم مجموعة من الجمل. هذه الجمل تتضمن أفعال بالأحمر غير مصرفة في لو بارتيسيب باسي. ننتظر منكم أن تصرفوا هذه الأفعال في لو بارتيسيب باسي مع الحرص على دراسة مكونات هذه الجملة ومكان المفعول به المباشر. هل يوجد هناك فعل مساعد être أو فعل مساعد avoir، حتى تتمكنوا من توافق سليم لاسم المفعول في هذه الجمل. ستجدون رابط تصحيح هذا التمرين أسفل الفيديو أو في موقعنا على الإنترنت. إلى هنا أصدقائي صديقاتي قد انتهى هذا الدرس الذي درسنا فيه وتناولنا فيه بالتفصيل حالات توافق اسم المفعول في اللغة الفرنسية. إذا استفدتم من هذا الدرس قوموا بمشاركته مع أصدقائكم والتحقوا بصفحتنا على الفيسبوك للمزيد من الدروس. نشكركم على حسن المتابعة وإلى الدرس القادم وإلى اللقاء.